السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنبتدي يوم جديد باكل جديد. والاكل بتاعنا النهارده بقى هيبقى كشري. كشري المصري اللي هو على اصوله، كشري الحله الواحده اللي هو الاقتصادي، اللي هو ايه، ما بتوسخيش كده حلل كتير كده والكلام ده، وما بتكركبيش المطبخ يعني. المهم بقى كده ايه، نبتدي اليوم بتاعنا ونقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده العدس اهو، مسكته نقعته في شوية مية قبل ما اعمله، يعني بنقعه حبة. وجبت البصل بقى وقمت مقطعاه طرنشات كده. انا عندي كبة طبعا، بس بقطعه على ايديا، بستسهل يعني ان انا اقطعه كده بصراحة، مش لسه بقى هطلع الكبة والكلام ده كله. لا، قطعته كده على ايديا. بحط يعني القطاعة وبقوم مقطعة عليها. وادي الحمص اهو مولعة عليه على عين. والحلة التانية هعلي فيها البصل، حطيت شوية زيت. انا طبعا كشري هعمله في نفس الحلة دي. هتقولي لي ازاي في نفس الحلة دي؟ هتشوفوا دلوقتي معايا انا هعمله ازاي. حطيت بقى البصل كده وحطيت عليه رشة ملح. وبصوا بقى بسيبه يتحمر. بصوا هو النشفان بيبقى باين حتى عليه ازاي. رشة الملح دي انتوا ممكن تحطوا، في ناس بتحط دقيق تقريبا، انما لا، وفي ناس بتحط نشا. انما انا بحط رشة الملح دي بصراحة، بتخلي البصل ناشف ناشف، بيبقى بيخبط كده بصراحة. اهو بصوا بقى البصل اهو حمرته كده برضو. التحمير ده انت وبراحتك يعني، على حسب ما انت معايزه. بصوا ناشف ازاي. انا حبيت ان انا اخبط كده عليه قدامكم عشان تشوفوا ان هو ناشف. بصوا بقى في نفس الحلة اهو، ما غيرتهاش، وعلى نفس الزيت. وحطيت عليه الشعرية اهو، ومقطعة برضو بصلاية هحطها عليه. اهو الشعرية بس كده بتتحمر. وبعد كده طبعا بحمر الشعرية اكتر من لما بكون بعمل رز بشعرية عادي. رز الكشري، شعرية الكشري بحمرها شوية. ولو عدس برضو بحمر الشعرية بتاعت العدس اكتر من لما بكون هعملها للرز. طبعا الشعرية دي بحمرها الاول علشان هي بتاخد تحمير اكتر من البصل. البصل اللي هما تقلبتين كده وتبص تلاقيه اصفر على طول. انما الشعرية طبعا بتاخد حبة يعني. بس حطيت بقى هي بصلية اهو، قطعتها بقى التقطيعة اللي هي الطبيعية بتاعتنا العادية، اللي هي قطعتها عشوائي كده، حتت صغيرة. وحطيتها وادي هي اتحمرت، وقمت عملت مية في الكتل وقمت مزوداها بيها. طبعا الحمص بقى خلص. وحطيت برضو المكرونة اهو وسقطتها برضو اتسلقت. هعمل بقى الصلصة. حطيت بق زيت اهو. اهو خلصت الازازة كلها اهو عليه. وهحط فصين، عملت فصين توم بحبة بقرن فلفل. وهقوم حطاهم في قلب الزيت ويصفروا. بقوم حط عليهم شوية خل. برضو الصلصة، في ناس بتعمل الصلصة ببصل تقريبا، بس انا بحب الصلصة دي بتوم. يعني الصلصة بتاعة الكشري بعملها بتوم. والصلصة بتاعة اللهم صل على النبي، اسمها ايه، الفتة، برضو بعملها انا ناسي. برضو بعملها بتوم بس ما بحطش بصل عليها. البصلة بقى، التومة لما اتحمرت بقى حطيت عليها بق خل. وبعد كده قمت حاطة عليها هو معلقتين صلصة. وادي الطماطم اهي بعديها. الصلصة دي بقى بتخليها ايه، حمرة بطريقة فظيعة يعني. ادي بقى دول كده كانوا غليهم. الشعرية بقى كانت غليت في المية يعني بتاعتها. وحطيت عليهم العدس. وادي سقطتهم عليهم برضو الرز. بحاول ان انا بس ما كترلوش الميه علشان ما يعجنش، لان الميه لو كترت عليه ده بالذات بيعجن بطريقه وحشه. يعني هتشوفوا دلوقتي انا بخلي الميه ايه، قليله خالص. يعني يمكن اقل من الرز اللي انا بعمله الطبيعي بتاعي، اللي هو الرز ابو شعريه اللي بتعمله الطبيعي ده. لان ده طبعا كانت الحاجه اللي فيه كانت سخنه، فكان باول الرز ما بينزل بيطر الحاجه على طول. اهو بصوا، ما بخليش عليه الميه كتير ولا حاجه،
علشان بيستوي قوي، يعني بيعجن بطريقه وحشه، لو عجن منك بيعجن بطريقه وحشه. بصوا الرز الميه عامله ازاي، بصوا الميه يعتبر مش ظاهره اصلا فيه، عشان لو كترت عن كده بيبقى وحش يعني. ودي الصلصه بتاعتنا خلصت اهي، بصوا بقى بتبقى حمرا زي الصلصه. امسكها بقى كده، دوق الحدق بتاعها، انا كنت حطيت عليها شويه ملح وشويه كمون. ادوق بقى كده الحدق بتاعها عشان هي خلاص خلصت، يعني هدوق حدقها وهطفي. خلاص اهو طفيت كده عليها خلاص. والرز بتاعنا الناحية على العين التانية هو هيتشرب، والمكرونة خلصت والعدس خلص. بصوا عمل ازاي. هديله تقليبة بقى كده واغطي عليه تاني. جيت هنا بقى برضو فصين توم بقرن فلفل، شوية ملح حطيتهم، وعليهم خل وعليهم ليمونة. دي الدقة بتاعت الكشري. واهم حاجة الكمون طبعا. بصوا انا غامقة ازاي من الكمون اللي عليها. اهم حاجة الكمون، هي ما بتبقاش دقة من غير الكمون اللي عليها. يعني لو ما عندكيش كمون لا اشتري لها كمون مخصوص. وادي الشطة هي برضو معلقة صلصة وحبة شطة، وبحط عليها معلقة دقة من اللي انا بعملها دي. معلقة الدقة دي بتخلي طعمها حلو. وتقلبيهم بقى كويس قوي كده وخلاص. الشطة بتاعتنا خلصت. دي بقى برضو لازم اقلبها كده، وبعد كده بقوم مزودها بقى خل ومية والكلام ده. بصراحة بتبقى حلوة يعني. وعامة كلنا عارفين الكلام ده، الكشري ما يبقاش كشري من غير الدقة والشطة بتوعه. وادي التقلية اهي خلصت. بس ما عارفين ما بياخدش حاجة، يعني انت تخشي المطبخ بتخرجي بيه، ما بياخدش حاجة. وادي المكرونة اهي خلصت برضو، حطها في مصفى تتصفى. هو ده اسمه بقى ايه، كشري الحلة الواحدة، اللي هو كله في قلب الحلة. ما فيش بقى كلام يعني، مش ما فيش بقى كركبة ولا الكلام ده كله. ادي كده الكشري بتاعنا خلص اهو. بصوا بقى الرز وعليه المكرونة وعليهم لما صلى على النبي الحمص. وادي التقلية اهي فوق. بصراحة تحفة يعني، تحفة تحفة تحفة. اتفضلوا معانا يا جماعة. بس كده يا جماعة، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا وتفعلوا الجرس. وده فضلا يعني وليس امرا، يعني اعملوا اعجاب للفيديو. اهو بقول لكم اهو اعملوا اعجاب للفيديو، يعني اللي يتفرج على الفيديو بعد اذنه يا طبعا اللي يكون بيتفرج يعمل اعجاب. يعني بصوا عامله ازاي التقليه، بصراحه بتبقى جميله. انا خدت مكرونيه حطيتها في بقي بصراحه وانا واقفه. يعني من حلاوته بيبقى جميل. عارفين انا ما بحبش اجيب الكشري من بره، بحب اعمله كده في البيت افضل. حتى الولاد عندي يحبوا اللي في البيت، ما يحبوش اللي هو بتاع الشارع. بس كده يا جماعه، اليوم بتاعنا كان خلص